مساء الخير يا صديقي. لو انا وانت قعدنا مثلا مع بعض شويه وقلنا نشرب كوبايتين شاي، وقلت لك كده مثلا من وجهه نظرك ايه اهم الاختراعات او الاكتشافات في اخر قرن شغلت بال العالم كله؟ والله مثلا ممكن يكون رايك حاجه ليها علاقه بالالكترونيات، حاجه كده من ناحيه الكمبيوتر او الموبايل او حتى ممكن توصل للطيران. وممكن برضو دماغك تبقى عاليه شويه وتفكر في حاجه ابعد، حاجه كده مثلا من ناحيه الكوانتم ميكانكس، او كمان حتى السفر للفضاء. كل اللي انت قلته ده بقى او لسه هتقوله او حتى ممكن يخطر في بالك بعد كده، لو انت جيت تفكر في منشأه او البذرة اللي نشأ منها، اكيد هيكون ناشئ من المعادلات الرياضية، شوية ارقام وعمليات حسابية ما بينهم قدروا يوصلونا اللي احنا فيه ده واكتر كمان. لولا الجبر وعلاقة الارقام ببعضها كل اللي احنا قلناه ده ما كانش شاف النور في يوم من الايام، ما كانش اي واحد من العلماء العظام اللي احنا اتكلمنا عنهم كان وصل لاي انجاز من اللي احنا اتكلمنا فيهم. كل ده يرجع لعالم كلمة عظيم لو جينا نقولها عليه اكيد هتظلمه، عالم واحد قدر يمهد لعلم هائل زي علم الجبر، وقدر يعرف العالم كله عليه. ده حتى الغرب ما قدروش ينكروا انجازاته واسهاماته العظيمه في العلم ده. الراجل ده من الاخر اسطوره بمعنى الكلمه. بطل قصتنا النهارده باذن الله هو محمد ابن موسى الخوارزمي، مؤسس علم الجبر. الخوارزمي ده اتولد في مدينه خوارزم الفارسيه، واللي تعرف دلوقتي بمدينه خيوه في غرب اوزبكستان، وعلشان كده طبعا سموه بالخوارزمي. والله يا سنه ميلاده عليها اختلاف شويه، بس الارجح يعني انها ما بين 780 و 785 ميلاديه، واللي هي برضه بتوافق 160 او 165 هجريه. انا عارف طبعا انها تبقى حاجه ملهمه وجميله لو احنا قلنا ان الراجل ده مثلا كانت ظروفه في البدايه صعبه جدا وهو قهر كل ده وعداه، بس انا للاسف مضطر ابوظ عليك اللحظه الحماسيه دي واقول لك ان حياته ما كانتش صعبه خالص. كان حياته ميسوره جدا وعايش في رغد. والده ده ما شاء الله كان عنده بيت واسع جدا واراضي زراعيه كتير، وكمان كان عنده اسطبل خيل. ده كان اصغر اخواته يعني المدلع. بس ده ما خلاش الخوارزمي متدلع خالص زي ما في بالك، بالعكس ده كان بيحب يساعد والده جدا في الزراعه كل يوم، وطبعا غير الدراسه بتاعته اللي كان ماشي فيها بتفوق جدا، وكمان كان بيمارس رياضه لدرجه ان كان في ايامها سباق خيول هو كان على طول بيحب يشارك فيه. عارف ابن خالتك اللي بيقعدوا يعيروك بيه على طول؟ هو ده بقى ابن خالتك. والله انا صعبان عليا ابن خالتي الخوارزمي. بعد ولادته بفتره قررت العيله بتاعته تنتقل لمدينه جنب بغداد بشويه، باعوا كل ممتلكاتهم في خوارزم وانتقلوا للمكان ده. بس الحقيقه ان الحال ما اختلفش قوي هناك. والده برضه اشترى نفس الحقول الزراعيه الكتير علشان يكمل فيها نفس مهنته الزراعيه. الخوارزمي من وهو صغير حتى لو كان بيعمل اي حاجه او ما بيعملش، كان دايما بيركز في حاجه واحده بس: الاشكال الهندسيه وعلاقتها ببعضها والمسافات بينها وارتفاعاتها وحجمها وكل حاجه ليها علاقه بيها. يعني مثلا كان بيساعد والده في الزراعه، فبيبص مثلا على البيوت البعيده دي فيقول ده شكله مربع، اما ده شكله مستطيل والمسافه ما بينهم قد كده وحوالي ده يبقى ارتفاعه كام متر كده يعني. او هو مثلا لو راكب الخيل بيقعد يحسب مثلا المسافه ما بين النقطه دي والنقطه دي تبقى قد كده، طب لو الارتفاع مثلا بتاع الخيل اتغير المسافه دي هتبقى قد ايه، ويقعد يحسب بقى في دماغه. كل حاجه في حياته حرفيا كان بيحولها في دماغه لمجرد ارقام واشكال هندسيه. هو ذات نفسه كان مستغرب من الموضوع ده. وفي يوم من الايام قابل شيخ من شيوخ المسجد اللي في الجامع بتاعه، فبعد السلام كده الشيخ سأله قال له ايه اكتر حاجه بتشغلك في حياتك بعد الزراعه والخيل؟ قال له والله يا عم الشيخ انا هقول لك على حاجه ما قلتهاش لحد قبل كده. وفضل يحكي له بقى على اهتمامه الزايد بالرياضه والارقام وازاي الموضوع ماشي في دماغه. فعلى طول الشيخ اقترح عليه اقتراح والله يغير مساره ومسارنا ومسار الناس كلها. الاقتراح ده قال له ببساطه روح على بغداد. وفي الوقت ده يا صديقي بغداد كانت مناره للعلم والعلماء. العصر ده كان اسمه العصر الذهبي للعلم في بغداد من شده اهتمام بغداد بالعلم، وده طبعا كان واضح في قصه ابن الهيثم اللي احنا اتكلمنا فيها الحلقه اللي فاتت. بغداد حرفيا كانت بتستقطب العلماء من كل دول العالم بمختلف دياناتهم. العلماء دول كانوا بيتقابلوا هناك وبيفضلوا هناك يتناقشوا ويتبادلوا خبراتهم، والموضوع ده تجلى جدا في عهد هارون الرشيد اللي كان عنده اهتمام كبير جدا بالعلم والعلماء. هارون الرشيد يا جماعه كان مهتم بالكتب لدرجه لا توصف. هارون الرشيد يا جماعه وقت ما كان بيدخل اي معركه وكان يأسر فيها عدد من الجنود، وقتها طبعا كان الناس بيفرجوا عن الجنود بتوعهم بالذهب او الفضه، هارون الرشيد كان بيفرج عنهم بالكتب. يعني ببساطه الملوك المهزومه كانت بتيجي لحد هارون الرشيد وبتجيله بالكتب اللي هو عايزها وتسلمها له في مقابل ان هو يديلهم الاسرى بتوعهم. ومن كتر الكتب اللي كان بيمتلكها هارون الرشيد انشا مكان خاص للكتب دي وسماه بيت الحكمه. ودي كانت مكتبه هائله كانت بتضم الكتب من جميع انحاء العالم والاشهر العلماء كمان. ودي كانت تعتبر ملتقى العلماء الاول، وكانت تعتبر وجهه العلماء اللي جايين من بره بغداد من اي مكان في العالم. فالشيخ على طول قدر يقنع ابو الخوارزمي ان هو يسفره لبغداد علشان ابنه يكمل تعليمه هناك. قال له ببساطه يعني ابنك ده ما شاء الله شكله عليه ممتاز جدا ويجي منه، فسيبه يسافر هناك ويتعلم. فابو الخوارزمي الحمد لله اقتنع وخلى ابنه يسافر. والخوارزمي على طول ما كدبش خبر وقام رايح على طول لحد بغداد، وهناك اظهر براعه شديده في كل العلوم اللي هو شارك فيها، والله سواء فلك او جغرافيا او حتى فيزياء وعلوم تانية كتير جدا. بس ده طبعا ما شغلوش عن شغفه الاول والاكبر: الرياضه. والله زي ما احنا قلنا ان وجود الخوارزمي في بغداد كان متزامن مع وجود هارون الرشيد في الحكم، واللي كان مهتم جدا بالعلم والعلماء وقتها، لدرجه ان الوظائف اللي موجوده في بيت الحكمه
زي مثلا الاشراف على الاقسام او حتى اداره الكتب، كانت راجعه لهارون الرشيد ذات نفسه، هو اللي كان بيختار الانسب لكل وظيفه. وفي يوم من الايام هارون الرشيد كان عايز يضيف علماء جدد لبيت الحكمه، فاستدعى واحد من العلماء اللي هو بيثق فيهم جدا. والراجل ده بالمناسبه كان هو استاذ الخوارزمي، وعلى طول ساله مين واحد من الطلبه بتوعك اللي انت شايفه جدير بالعمل في بيت الحكمه. فرشح له على طول الخوارزمي، واثنى عليه جدا وقال له ان هو بيهتم بعلوم كتيره جدا بس اهتمامه الكبير كان بالرياضه. وهارون الرشيد ده يا جماعه كان بالمناسبه استاذ كبير جدا في الاداره. فطبعا بعد ما المدرس قال له على الخوارزمي ما صدقش بكلامه كده وخلاص واستدعاه، لا ده جابه لحد عنده وفضل يساله في حبه مسائل رياضيه كتير. فعلى طول الخليفه انبهر بيه وعينه على طول في بيت الحكمه واصبح احد القائمين عليه. وبعد ما الخوارزمي استقر في بغداد اتجوز من هناك، وعلى طول اخذ الاجازه من بيت الحكمه بممارسه الرياضه. والاجازه دي يا جماعه يعرفها الناس اللي بتهتم بحفظ القران. الاجازه دي ببساطه بتديك ان انت تقدر تمارس العلم ده وتحفظه لغيرك، وده يبين قد ايه الدنيا وقتها كانت صح جدا. مش اي واحد يقول انا بفهم في حاجه او بعرف اعمل حاجه يسيبوه كده يعملها بدون اي رقابه. ما علينا. المهم ان هو في نفس اليوم اللي اخذ فيه الاجازه ربنا كرمه بمولود، بس اختلفت الروايات في اسمه ايه. والله في ناس قالت ان هو اسمه جعفر فعلشان كده كانت كنيته ابو جعفر، وفي ناس تانية قالت لا ده هو اسمه عبد الله. المهم الخوارزمي يا جماعه بقى قريب جدا من الخليفه هارون الرشيد، ورجله كده تحسها اخدت على القصر. اكيد طبعا ما كانش بيروح لوحده، بس كان الخليفه هارون الرشيد على طول بيستدعيه علشان يتناقش معاه ويتكلموا مع بعض. وفي يوم من الايام استدعاه الخليفه هارون الرشيد عنده في القصر علشان يساله كده في كام مساله رياضيه. وبعد النقاش اللي كان بينهم ساله الخليفه ايه اكتر علم انت مهتم بيه بعد الرياضه؟ قال له والله انا ما بفكرش دلوقتي غير في ان اسهل علم الرياضه على الناس كلها. وقال له فلا خير في علم لا يطبق في الحياه العمليه. يعني من الاخر يا جماعه كان شغفه ان هو يوصل الرياضه في كل حاجه حواليه في الحياه، مش مجرد كلام على ورق. وده يا جماعه لانه لاحظ اول ما وصل لبغداد ان كان في مشاكل كبيره جدا ما بين التجار في مساله البيع والشراء، وكمان كان بيحصل مشاكل كتير جدا في المواريث نتيجه جهل الناس بالرياضه. وبالفعل بدأ يأسس طرق يعلم بيها الناس طرق جديدة لتعليم الرياضة بأسهل الطرق. الراجل يا جماعة بدأ معاهم من أول الجمع والطرح والضرب والقسمة لحد المعادلات التربيعية والتكعيبية كمان، وكان رائد في مجاله لأنه يعتبر أول واحد يعمل الموضوع ده. وطرقه الخاصة دي يا جماعة اتسمت باسم الخوارزميات، واللي احنا نعرفها ما بيننا وما بين بعضنا دلوقتي باسم اللوغاريتمات، واللي في الغرب طبعا خلدوه وسموها باسم الجوريثم. وزي أي فكرة طبعا ليها مؤيدين وليها معارضين. ناس طبعا اتبعت كلامه واتبعت الطرق البسيطة دي وسموا نفسهم الخوارزميين، وناس طبعا تانية قالت لا احنا ملناش دعوة وفضلوا على الطرق والمسائل الحسابية القديمة. وفي واحدة من المعارك اللي ما بين هارون الرشيد والدولة الرومانية انتصر فيها هارون الرشيد ورجع بآلاف من الأسرى. ولما الملك فوض هارون الرشيد عليهم، هارون الرشيد رفض خالص ان هو ياخد اي فدية، وقال له ان هو هحرر مجموعة من الأسرى في مقابل مجموعة من الكتب اليونانية. وبالفعل الكتب دي على طول جت للخليفة هارون الرشيد، وعين على طول عليها الخوارزمي علشان يترجمها للغة العربية. وعلشان المهمة دي مخصوص يا جماعة الخوارزمي اتعلم اللغة اليونانية، ده طبعا بجانب ان هو عنده اللغة الفارسية واللغة العربية واللغة التركية كمان. الخوارزمي كان شغله الشاغل ازاي يسهل العلم على الناس، ازاي يفضل يبحث ويدور في كل كتب العالم علشان يقدر يوصل للناس بكل علم الرياضة المشتت في العالم كله ده. وعلشان الموضوع ده يا جماعة الخوارزمي فضل يشتغل شهور وشهور لحد ما قدر يجمع مبادئ وأسس لعلم جديد سماه علم الجبر، وقدر يفرق ما بين علم الحساب وعلم الجبر، وسخر العلمين دول يا جماعة علشان علم المواريث. وفي يوم من الأيام ورد على بغداد مخطوطة هندية اسمها السند هند، فعلى طول الخليفة أمر بتعريبها، وأشرف على الموضوع ده واحد اسمه الفزاري، وأمر على طول إن الخوارزمي يصححها ويراجعها كمان، وأخذ منها الأرقام الهندية اللي كان بيستعملها الهنود وعرفها للعالم العربي كله. فالخوارزمي بعدها رجع يفكر في كلام الخليفة هارون الرشيد في إنه مثلا يبدأ يفكر أو يبدأ يشوف علم تاني يفكر فيه ويبدأ فيه. فالراجل اتجه لعلم الفلك وأبدع فيه جدا، لدرجة إن هو كان عامل مجموعة من المخططات والكتب لأماكن الكواكب والنجوم، وجمعهم في كتاب يعتبر لحد الآن مرجع لعلماء الفلك. كمان الجغرافيا يا جماعة ما عدتش من تحت إيده، والراجل ما كتبش فيها كده وخلاص، ده الراجل عمل أول خريطة معروفة للعالم، وكمان عمل دراسات عن تقسيم الكرة الأرضية لأقاليم وخواص كل إقليم وخواص سكانه، وجمع كل ده في كتاب وسماه الربع المعمور صورة الأرض. والكتاب ده قال عنه نيلينيو ان الكتاب ده لا يمكن وضعه من قبل الامه الاوروبيه في اوج قوتها. وبعد وفاه هارون الرشيد خلفه ابنه المأمون، واللي كان على علاقه وطيده جدا بالخوارزمي، كانت اشبه كده بالصداقه ما بينهم. وفي عهد المأمون ده بقى كان في مجموعه من قطاع الطرق مشهورين، مجموعه هنود، ومجموعه قطاع الطرق دول يا جماعه كان ليهم قائد، والقائد ده كان اسمه كانكا. ايوه بالظبط، كانكا ده هو مؤلف كتاب السند هند. وسبحان الله يا جماعه دي من المفارقات الغريبه ان يبقى قطاع طرق وعالم في نفس الوقت. والمأمون حاول ان هو يقضي على الناس دي علشان يخلص من شرهم، بس للاسف ما قدرش. فعلى طول الخوارزمي استغل الموضوع ده وقال ان ليه ما اروحش للراجل اللي اسمه كنكه ده واستفيد من علمه. فعلى طول الخوارزمي طلع على الخليفه وقال له انا عايز اروح للراجل اللي اسمه كنكه ده. فالخليفه رفض
وقال له لا ما ينفعش. فعلى طول الخوارزمي فضل يستعطف الخليفه ويقول له ان الراجل ده عالم كبير جدا في الرياضه والفلك، فانا هستفيد لو رحت له. وبعد اصراره الشديد الخليفه وافق، وبعت معاه واحد مترجم للغه الهنديه. وبعد ما وصلوا المكان هو المترجم بتاعه قابلوا واحد وسالوه على المكان بتاع الراجل اللي اسمه كنكه ده، بس الراجل ده مرضاش يوصلهم بيه خالص، واخد كل الفلوس اللي معاهم وروحوا. وزي ما راحوا زي ما جم. فالخليفه المأمون اتعصب جدا من اللي حصل، وقال لاخوه المعتصم ان هو هيقبض عليهم في يوم من الايام هو وقائدهم. بس للاسف القدر ما اسعفوش، ومات قبل ما يقبض عليهم. وتولى الحكم على طول بعده اخوه المعتصم. والمعتصم ما نساش كلام اخوه، وبالفعل حققه وقبض عليهم وحطهم في سجن بغداد. وكمان صاحبنا الخوارزمي ما قدرش ينسى اللي هو عايزه، وهم كمان بقوا خطوه ونص من تحت ايده. فعلى طول راح للراجل اللي اسمه كنكه ده وقال له انا عايز اتعلم كل اسرار الرياضه الخاصه بالهنود. بس كنكه طبعا اتشرط عليه وقال له انا مش هقول لك حاجه قبل ما الناس اللي معايا كلهم يخرجوا بموافقه مني. ولك ان تتخيل الخوارزمي هو داخل على الخليفه يطلب منه حاجه زي دي، واستمات قدامه لحد ما الخليفه الحمد لله وافق تحت ضغط من مين؟ من الخوارزمي. ما هو الخوارزمي ما كانش اي حد وقتها برضه. وبالفعل خرجوا من السجن، بس اتنفوا بره اي دوله اسلاميه. وبالفعل كنكه على طول بدا يعلم الخوارزمي كل الامور الخاصه بالرياضه عند الهنود. وبالفعل الخوارزمي بدا يتعلم من كنكه ده، والخوارزمي بدا يتعلم الارقام منهم اللي هي من 1 لحد 9، واللي مكتوبه بطريقه سلسه وبسيطه عند الهنود، لانها كانت عند العرب مكتوبه بطريقه صعبه شويه واتلخبط. والخوارزمي خد الارقام دي وبدا يطورها، لانه لاحظ انها مش مفيده جدا في الواقع. لان مثلا لو حب ياخد مثلا 1.5 2.5، الارقام دي ما كانتش موجوده. فالخوارزمي هو اللي اخترعها، اخترع العشرات والمئات والالاف. كمان الخوارزمي اخترع رقم صفر. الصفر ده يا جماعه ما كانش موجود خالص. الصفر ده لو انت كنت عايز تكتبه كنت حرفيا بتسيب مكانه فاضي. يعني انت لو عايز تكتب مثلا 10 تقوم حاطط واحد وجنبه فاضي، فكان الموضوع صعب جدا. كانت المسائل الرياضيه معقده جدا جدا وقتها. فاخترع الرقم صفر وسماه بالاسم ده لانه كان اسم مش موجود خالص وقتها، فسهل طبعا على الرياضيين يحلوا كل المسائل الصعبه بتاعتهم. وبالمناسبه يا جماعه الارقام اللي احنا بنستخدمها في حاليا دلوقتي في مجتمعنا اللي هي 1 2 3 المعروفه دي ارقام الهنود اصلا. اما الخوارزمي ذات نفسه فهو اخترع ارقام تانية اللي هي 1 2 3 اللي بتستخدم بره في اوروبا. دي ارقام اللي اخترعها ذات نفسه الخوارزمي. فدي مفارقه عجيبه جدا ان الارقام اللي اخترعها العرب بتستخدم بره، والارقام اللي اخترعها الهنود احنا بنستخدمها هنا كعرب. سنه وفاه الخوارزمي للاسف مش متفق عليها هي كمان برضه، بس في الاغلب هي كانت تعتبر ما بين 232 هجريه. الراجل ده مات وساب وراه ارث كبير جدا من العلوم. العلوم دي لحد دلوقتي احنا بنستخدمها ولحد دلوقتي بنقول اسمه فيها. ما تنساش تعمل سبسكرايب علشان ده بيشجعنا جدا. وكمان لو عندك معلومه او شخص معين عايزنا نتكلم عنه الفتره الجايه باذن الله تقدر تكتبها لنا في الكومنتس واحنا باذن الله هنتابع ده. وما تنساش ابدا العقل عدو ما يجهل.